يعني لما تسمع مثل هيك قصص وما تغير نظرتك تجاه مفهوم الرزق، فعرف انه لازم تراجع حساباتك. كنا شفنا هي الطفلة الحبوبة إيلين يلي اجا عبد الرحمن المطيري السعودي الله يجزيه الخير، كيف سلط الضوء عليها وتعالجت، عملوا لها عملية جراحية لرجلها، وبعدها لسه كمان جاب لها سيارة لأبوها وتغيرت حياتهم. طيب هي البنت شو عملت؟ ما عملت شي غير كونها إيلين، ما عملت شي غير اللي بتعمله بحياتها اليومية. راجعة من مدرسة وإذ الله بيسألها الرزق وأيضا العلاج على رجليه ماشي، اجى عبد الرحمن لعندها. فالقصة ذكرتني موقف أيضا صار معنا لما كنا بسوريا. كان في سائح صيني جاي عم يتفتل وكنت بجولة معه، وقت بيشوف بائع حلوى غزولة مقطوعة رجله، كمان هيك بيصوروا فيديو عابر. وإذ المتابعين تبع هذا الصيني بيصيروا بيطلبوا منه أنه يساعده، بيصير بيروح لعنده على البيت، بجيب له أكل لأولاده وثياب، وأيضا بركب لهم شبابيك، وبيفتح له لسه بسطة كشك لبيع القهوة. كيف تغيرت كمان حياته لهذا الشخص، وركب له طرف صناعي كان عم بيسعى بالموضوع. هدول الأشخاص ما عملوا شيء، الرزق هو إجا لحاله عم بيمشي برجليه لعندهم. فالواحد بيكون شاغل باله بالمستقبل وبالرزق، بس لما بيشوف مثل هيك قصص بيقول دخيلك يا رب، ما عليه الواحد إلا أنه يستمر بالسعي ورزقه رح يجي لعنده. وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك.